عالم الجاسوسية، لكن بدل ما تشتغل مع جهاز استخبارات عالمي، اشتغلت مع فرقتي الرأي السري، منظمة سرية هدفها فضح المغنيين اللي يغنوا بلا إحساس. أول مهمة كانت في بالعباس، حيث تم الإبلاغ عن مغني اسمه تيبو بالعباس، يغني بكلمات ما مفهومة وناس ترقص عليه. دخلت شابة صباح الاستوديو متخفية على شكل دي جي، لكن أول ما شافها تيبو قال: آلا، هذه شابة صباح. جابت معها الفضيحة. شابة بدأت تحقق، لكن المشكلة أنها عجبتها الأغنية. صرخت: آش هذا؟ سقصينا ما فيها ولو، هذه قنبلة فنية. وقررت بدل ما تفضح، تدير معاه ديو. الأغنية نزلت في 12 من أبريل 2025، وحققت أكثر من 46 ألف مشاهدة في يومين. الناس ظنوا إنها تمثيل، لكن في الحقيقة كانت مهمة فشلت بسبب الرقص. من يومها، كل مرة شابة صباح تحاول تكون جاسوسة، يخرج معها كليب. والحقيقة الوحيدة في كل هذا، إنها ما تقدر تهرب من الفن، حتى لو حاولت.